يا مساء القمر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت قاعدة بفكر عملنا ايه علشان تجهيزات رمضان، لان رمضان خلاص بقى على الابواب. وكمان رمضان هيجي وفي عام دراسي شغال، في اولاد عايزة تروح المدارس او الحضانة والدروس، فعايزين ان احنا نسهل الوقت بتاعنا. وطبعا مهما كان اليوم طويل في رمضان بيكون قصير، لان عندنا حاجات والتزامات تانية خالص غير الطبخ عايزين ان احنا نعملها. فايه اصعب حاجة ممكن ان تواجهنا في الطبيخ؟ هي المحشي ورق الكرنب. طبعا المحشي ده اساسي اول يوم رمضان عند اغلب المصريين طبعا، مع ذكر البط. معرفش البط النهاردة حد هيقدر ان هو يجيبه ولا لا، ولكن المحشي اساسي. اهم حاجة انا بقى فكرت فيها ان انا انزل اجيب 3 كرنبات واسلقهم وافرزهم واحطهم في الفريزر علشان اسهل عليا وقت رمضان، ان انا لسه ما اقفش في المطبخ اسلق او اني اتعب نفسي، وخصوصا ان في دراسة ودروس شغالة. طبعا المية على النار بتغلي، جبت 3 الكرنبات واول واحدة بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، بس لازم نقطع بالراحة علشان طبعا الراس دي بتكون جامدة، فممكن السكينة تفلت على ايدينا. لازم ان احنا نقطع الراس لان العروف بتاعت الكرومبة كلها ماسكة في الراس دي، فعلشان نقدر ان احنا نفكك الكرومبة لازم ان احنا نقطع الراس زي ما انتوا شايفين كده. وكمان اول رف او اول دور من الكرومبة ده بأرميها، لان طبعا بتكون اتربة، وكمان ركنتها عند البياعين الخضار وكده. وكمان بتصفر، فانا بشيل اول طبقة دي برميها خالص، لان كمان بتكون خضرة زيادة عن اللزوم. زي ما انتوا شايفين دي تالت واحدة او تاني واحدة بقطعها. اول واحدة قطعتها من تحت قلبتها، بعدين بدأت ان انا افككها واحدة واحدة. دي زي ما انتوا شايفين من عند الفروع من فوق من عند الراس بدأت ان انا افكها. دلوقتي انا هبدأ اسلقها. الكرنب ده مسكر جدا جدا وما بياخدش وقت ابدا في السوا. حطيت معلقة صغيرة بس مليانة من الكمون على المية وهي بتغلي. الورق الكرنب ما بياخدش ابدا وقت، حوالي 30 ثانية، وبخرجها واحطها في مية نظيفة فترة، علشان طبعا اول حاجة تشطيفة سريعة، لان المية بالاتربة بتاعت ورق السلق بتكون مطربة، فمينفعش ان احنا نحشي على طول بالشكل ده، لازم ننزلها في مية نظيفة. اول حاجة بتوقف عملية السلق. تاني حاجة بنديها تشطيفة سريعة. انا باخد 3 ورقات، او لو الورق بدأنا ان احنا في الورق الصغير فانا باخد كمية من الورق بس مش كبيرة، على قد الحلة طبعا بتاعتك، وبسلقهم 30 ثانية، ما نزودش عن كده، لان طبعا الكرنب لو سلق ازود من كده هيتهري، وهيكون يعني هيكون مش كويس ابدا وقت الحشي، لانه هيعجن منها. شايفين انا بوريكم هنا انا بقطع ازاي الكرنبة او ورق الكرنب بعد ما سلقته وحطيته في ميه. طبعا كل ما احط شويه في ميه نظيفه اكب الميه واجيب ميه تانية جديده علشان اشطف كل الكميه اللي عندي، لان انا عندي 3 كرنبات يعني كميه كبيره، ولسه ان شاء الله هنخزن تاني كرنب مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا بحط الكرنبة انا هوريكم اكتر من شكل. اول شكل انا فردتها وبعدين شلت الحته السميكه اللي فيها. تاني شكل اللي هو اللي انتوا شايفينه ده بطبقها نصين، وبعدين ألف وأقطع العروف التخينة، وبعدين ألفها رول وأبدأ إن أنا أقطعها زي ما انتوا شايفين دلوقتي. طبعا أنا هوريكم شكل تاني لأن أنا عندي كمية كبيرة طبعا، فهياخد بالشكل ده وقت طويل جدا جدا معايا. فأنا هوريكم دلوقتي إزاي إن أنا ممكن يعني أخلص الكمية دي بسرعة. حطيت كده حوالي 4 أو 5 على حسب إن انتي تقدري تقطعيهم فوق بعض، وبعدين قطعت العروف بتاعتهم، وبعدين بدأت إن أنا ألفهم رول جنب بعض كده زي ما انتوا شايفين، علشان يكون التقطيع بتاعي متساوي. طبعا انتم ملاحظين ان انا بقطع اول حتة صغيرة جدا دي علشان احتفظ بيها برضو مع ورق الكرنب بعد ما افرزه، يعني ساعة ما افرزه واحطه في الاطباق بتاعته احط شوية من التقطيعات الصغيرة اللي انا حطاها دي علشان احطها
فرشة للحلة بتاعتي علشان طبعًا أول دور ده ما يتحرقش. ساعتها طبعًا لو أنا رميت كل الحاجات اللي هي بتطلع ديّة من الكرنبة، فأنا هاحتار يعني هاحط إيه في أرضية الكرنبة، فلازم إن أنا آخد شوية من التقطيعات الصغيرة ديّة اللي ما لهاش لازمة، أفرشها على الحلة بتاعتي تعمل لي فرشة سميكة كده. دي تالت تقطيعة، حطيت كل الكمية فوق بعضيها بقى مش جنب بعضيها، وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده، والتقطيعات كانت جميلة جدا. طبعا حجم الصوبع زي ما انتوا عايزاه، حابة ان هو يكون كبير شوية او صغير على حسب رغبتك. احنا طبعا بنحب يعني شكلها يكون صغيرة، بتكون شكلها اظرف في الحلة. هتحطي الكمية اللي انتي حاسة ان انتي يعني هتقدري تستخدميها. حابة تقسمي الكرنبة على 2، حابة تقسميها مثلا 3 كرنبات دول على 6، أو كل واحدة في طبق، ده على حسب رغبتك وعلى حسب أفراد أسرتك. أنا حطيتهم في 3 أطباق. ممكن يعني أحشي على قد ما أقدر، ولو حسيت إن في حاجة فضلت مني ممكن أرجعها تاني في الفريزر، مفيش أي مشاكل. شايفين الورق اللي أنا قطعته في البداية خالص، أنا بستخدمه وأحطه تاني في الأطباق بتاعتي، علشان ده أنا هستخدمه في فرشه على الحلة تحت. دلوقتي زي ما انتوا شايفين فرزناه وحطيناه كمان في أكياس علشان نحطه في الفريزر وما ياخدش ريحة من أي حاجة.